كل وجع مريتي بيه، كل موقف كسرك ما كانش صدفة. دي كانت مدرسة ربنا بيعلمك فيها ازاي تكوني الشخصية اللي انت عليها دلوقتي. عارفة ايه هو سر القوة الحقيقي؟ مش انك ما تقعيش، السر هو انك لما تقعي تلاقي المناعة النفسية اللي تخليكي تقومي اقوى من الاول. النهاردة مش جاية اطبطب وخلاص، انا جاية احط ايدي معاكي على الوجع ونعرف ازاي نخرج منه بجد، وازاي تكوني انت السند والدعم لنفسك قبل ما تستني ده من اي حد تاني. احنا عايشين في زمن الصراعات فيه بقت عادية، صراع على الفلوس، صراع مع الوقت، صراع مع الأحداث اللي بتجري وبتوجع قلبنا كل يوم. العقل البشري فعلا مش مستحمل، والضغط بقى في كل حتة. بس خلي بالك، لو استسلمتي لدوامة النكد دي، صحتك النفسية والجسدية هي اللي هتدفع الثمن. الحياة مش هتقف عند مشكلة واحدة، والمشاكل مش هتخلص. السؤال هنا، هتفضلي تخبطي على بيوت الناس وتشتكي وتعيشي في طاقة سلبية، ولا هتقولي كفاية وتبدأي تحتوي الموقف بصدر رحب وتدوري على مخرج؟ طب قبل ما نكمل كلامنا، هتعبك معايا شوية وتنزلي تحطي اللايك وتشتركي في القناة لو لسه ما اشتركتيش، وتطلعي تاني تركزي معايا. علشان تخرجي من المود ده وتفكري صح، لازم تخرجي نفسك من الزعل الأول بأفعال مش بس كلام. كوني سبورت لنفسك، ما تستنيش حد يحتويكي، لانك ساعات كتير مش هتلاقي. ولو ضيعتي عمرك في الانتظار، العمر هيجري بيكي وانت واقفة مكانك. صدقيني بكلمك من واقع تجارب كتير مريت بيها. اكتشفت بعد سنين كتير ان قدرة تحملي واحتوائي للمواقف والمشاكل وابتلاءات في حياتي، بدل ما تتحسب ليا كانت بتتحسب عليا. علشان كده جاية اكلمك على نظرة الناس السطحية دايما للامور. ساعات ممكن نحكم على حد من عربيته، من لبسه، من الستايل او البراند اللي هو لابسه، من طريقة حياته ومصاريفه، وما نعرفش الكواليس، ما نعرفش ايه اللي ورا الكاميرا، ما نعرفش تفاصيل الحياة اللي فاتت ايه، ولا اللي جاية اصلا ايه، ولا هو عايش ازاي. كنت دايما بحب اظهر بصورة كويسة طول الوقت، ما بحبش ابين مشاكلي، واحب اتحمل واعدي واحل واقلب الحزن والوجع لحاجات جميلة، واضحك واهزر حتى في عز وجعي. كنت بعتبر ده نوع من انواع ان ست متطورة وناضجة وقافلة على احزاني. لكن للاسف طلع ان ده في مجتمعنا بيتحسب عليكي مش ليكي. طول ما انت بتاخدي فوق دماغك وتسكتي، طول ما انت بتدفعي تمن الحاجة اللي تخصك والحاجة اللي ما تخصكيش، وطول ما انت بتضحي، هتبقي حق مكتسب ليهم. اكتشفت ان الناس مش مقدرة ولا فاهمة يعني ايه ان انا اعدي سنين كتير من عمري اتحمل حاجات غيري ما تحملهاش وما يقبلهاش، لمجرد انهم واخدين فكرة انك انسانة جامدة واقفة على حيلك وبتقاومي، وكمان بتظهري كأنك مش حاسة بحاجة، ومش مقصرة في بيتك ولا اولادك، ومهتمة بنفسك. لا، يبقى احنا مش هنصدق احزانك. ايه ده، انت بتضحكي يبقى انت كويسة، بتتطوري وبتغيري من نفسك يبقى انت مش عندك مشاكل. مش هنصدق انك بتعيطي ولا انك بتزعلي وبتنهاري. دواخل الحياة وكواليس الامور وحاجات كتيرة محدش يعرف عنها حاجة. اكيد صاحب الحياة دي هو اللي عايشها لوحده. انتوا بتشوفوا اللقطة الاخيرة، شفتوا الحاجة اللي هو حابب ان هو يظهرها، لكن كل التفاصيل التانية ما تعرفوش عنها حاجة. وللأسف ده بيصنفني مع الناس المفترية اللي قلبها اسود، لمجرد اني بتعب وباخد موقف واحط حدود. وتلاقي بقى اللي موصلني للحالة دي رسم دور الملاك وعمل كام لقطة يظهر البريء قدام الناس. خلاص بقى يتقلك بس هو كده احسن منك، وانت اللي وحشة، هو كده عمل اللي عليه. طب انتوا عشتوا وجعي، شفتوا صريخ قلبي، صحتكم راحت زي من كتر الضغط؟ لا طبعا، احنا بناخد بالظاهر. بتشوفوني القوية المفترية اللي فيها وعليها وعايشة الحياة مش فارق معاها حد ولا فارق معاها حاجة. محدش يعرف حاجة عن كمية الصراعات اللي بيبقى الإنسان عايشها مع نفسه، كمية الحزن والوجع والجروح اللي جواه اللي ما تلمتش ولا اتطبطب عليه فيها. كم مرة اتخذل، اتغدر بيه، اتسحب منه الأمان من أقرب حد ليه، اتخان في كام موقف، ألف ألم ووجع في قلبه. كل خذلان بيتقطع جواه قطعة من قلبه، وهو واقف صامت بيضحك وبيحاول إنه يطلع بأحسن صورة وأقل خسائر. طب ايه السر اللي مخليني طول الوقت الشخصية اللي الناس بتعتبرها وحشة، أو بيصنفوها إني قلبي أسود، وإني حد رايق وفايق، ان انا راضية بحياتي؟ صدقيني والله مش كلام فيديوهات وخلاص، انا فعلا شخص راضي جدا. اجابة بتقفل باب الحيرة وتفتح باب اليقين. مؤمنة جدا ان كل حاجة بمر بيها وراها حكمة، وبرضو وراها لطف كبير من ربنا.
كل خطوة في ايد ربنا بترسم طريق انت ممكن ما تشوفهوش حتى في احلامك، ولو ما كانش واضح النهاردة هيتكشف لك بكرة. اللي فقدناه مش خسارة، واللي اتأخر ما ضاعش، واللي وجعنا كان بيعلمنا نمشي اللي مكتوب لينا بوعي اقوى وقلب اثبت. لو سلمنا قدرنا لله هنشوف في حياتنا لطف ربنا قبل النهايات مش بعدها. في يوم من الأيام هتفهمي إن أكتر شخص محتاج منك التقدير والحب هو انتي. مش مهم الناس واخدة عنك صورة شكلها ايه، ومش لازم الكل يبقى راضي عنك، لأنك انتي بس اللي عشتي رحلة طويلة من الضغط والتعب ومحاولة إرضاء ناس كتير على حساب نفسك. علشان كده تقديرك لنفسك دي مش أنانية ولا رفاهية، ومش مجرد كلام وخلاص، دي قرارات لو خدتيها حياتك كلها هتتغير. ابدأي خدي القرار. قرار انك توقفي جلد ذات وما تكسريش نفسك بأي كلمة. قرار ان كرامتك خط احمر ومفيش حد يستاهل تتنازلي عنها. قرار انك تدي نفسك الأولوية وتختاريها حتى لو دي اول مرة تعملي كده. قرار انك تبطلي تحاسبي نفسك على اللي فات وتسامحيها على الماضي، وتتعاملي معاها بحنية اكتر علشان تشوفي من نفسك نسخة اقوى اهدى عارفة قيمتها صح. والاهم من كده ضميرك يكون مرتاح وعارفة انك عاملة اللي عليكي وزيادة. انا بعد ما عرفت قيمتي الحقيقية نظرتي لنفسي اتغيرت خالص. علشان كده شوية حاجات بسيطة مستحيل اعملهم تاني. اول حاجة اني اكسر نفسي او اتنازل عن كرامتي علشان ارضي حد. قيمتي بتبدأ لما بختار نفسي واحميها. تاني حاجة بطلت اعاقب نفسي واجلد ذاتي على حاجات فاتت وانتهت. بدأت أكون أحن على نفسي وتعاملي معاها يبقى بلطف ولين. تالت حاجة ودي مهمة قوي، إنك لما توعدي نفسك بوعود نفذيها، لأنك لو كسرتيها ده خطر جدا. الثقة بالنفس مش شكل ولا كلام من الناس بيمدحوا فيكي. الثقة الحقيقية بتتبني من التزامك مع نفسك. لما تقولي هعمل حاجة لنفسي اعمليها فعلا حتى لو بسيطة، لأنك لما بتكسري وعودك عقلك بيبدأ يحس إن كلامك ملهوش قيمة، وتلاقي نفسك بتقولي هقلل الضغط وأغير من نفسي وما بتعمليش ده، فبتوسعي الفجوة بينك وبين نفسك. رابع حاجة هتغير فيكي تماما هي انك تبطلي تدخلي في تفاصيل وتبريرات ملهاش لازمة. ما ترديش فورا على كل الناس وعلى اي حاجة مهمة او مش مهمة. مش لازم تشرحي وتبرري زيادة عن اللزوم. اتعلمي تقولي لا لو الحاجة دي مش مناسبة ليكي، وبطلي تحاولي ترضي الكل على حساب نفسك. خامس حاجة ودي خط احمر، انك مستحيل تكملي في علاقة بتسرق طاقتك وهدوءك وسلامك النفسي. حتى لو علاقة ما فيهاش خناق طول الوقت، بس فيها شعور دايما بالتعب وعدم الراحة، بتحسي فيها انك دايما خايفة متوترة مش متقدرة، بتبرري كل تصرف بتعمليه. العلاقات دي بتخليكي كل ما تخرجي الناس المؤذية من حياتك ترجعيهم تاني وتأجلي حياتك وشغلك علشانهم. سادس حاجة لما هتعرفي قيمتك عمرك ما هتشوفي استثمارك في نفسك رفاهية، هتشوفيه أساس حياتك. الاستثمار في نفسك أهم من الفلوس، لأنه وقت الراحة، وقت تتعلمي فيه حاجة جديدة، وقت بتعالجي فيه نفسك، تاكلي أكل صحي، تمارسي رياضة، تقرأي كتاب بتحبيه من غير ضغط ولا توتر. كل ده بناء لروحك. وما تقوليش هغير حياتي في يوم، لا ابدأي بحاجة بسيطة، لأن التزامك بالحاجة البسيطة دي يوميا هو اللي هيعمل الفرق الكبير والتغيير الحقيقي لحياتك. وفي كل مرة هتنجحي في خطوة هتبقي فخورة بإنك قدرتي تعتمدي على نفسك. التغيير الحقيقي بيبدأ من جواكي لما انت تكوني اقتنعتي ان فعلا لازم واقفة مع نفسك للتغيير ده، لان غير كده هتكوني بترهقي نفسك بدون فايدة وكأنك بتجري ورا سراب مش موجود اصلا. خليني اكون صريحة معاكي من غير تجميل للكلام، مش شرط النسخة اللي فضلتي عمرك كله فاكرة انها الصح تكون هي دي نسختك الاصلية. عقلك مش غبي، عقلك بيحميكي بس بطريقته هو، بالطريقة اللي فاكر انها في صالحك، بالنسخة العادية، النسخة اللي خايفة تواجه الحقيقة. عارفة ان كلامي ممكن يكون صدمة ليكي، بس هتفضلي لحد امتى مصدقة النسخة دي ومش جاهزة تشوفي النسخة الجديدة منك اللي مش عاوزة تواجهيها؟ بنتكلم كتير عن التغيير بس مش مقتنعة انه لازم يبدأ من جواكي. لو وصلتي للنقطة دي يبقى في حاجة جواكي بدأت تصحى. الحاجة دي مش جديدة، هي كانت موجودة طول الوقت بس انتي ما كنتيش شايفاها.
إنك تعرفي قيمتك مش رحلة سهلة ولا قرار هتاخديه في لحظة حماس وتصحي الصبح تلاقي نفسك بقيتي حد تاني خالص. معرفة قيمتك هي معركة صامتة بتعيشيها كل يوم مع عاداتك القديمة، مع طيبتك اللي كانت في غير محلها، مع ناس اتعودوا إنك دايما بتيجي على نفسك علشانهم. لما هتبدأي تحطي حدود هتلاقي كل اللي حواليكي اتهمك بالأنانية أو إنك اتغيرتي، بس الحقيقة انت ما اتغيرتيش، انت فوقتي وعرفتي إن الروح اللي بتستنزف في تبرير كل حاجة بتموت بالبطيء. بيتك، هدوءك، سلامك النفسي هم حصنك اللي محدش ليه حق يخترقه أو يهد استقراره. ما تستخسريش في نفسك وقت الراحة وما تبخليش على روحك بإعادة البناء، وافتكري دايما الناس هتعاملك على قد القيمة اللي انت حطاها لنفسك ومقتنعة بيها من جواكي. لو سمحتي بالإهانة والتنازل هيبقوا أسلوب الحياة. لو وقفتي وقلتي لأ بكل أدب وقوة الدنيا كلها هتعملك ألف حساب. عيشي غالية وحافظي على هيبتك، وما تسمحيش لأي حد يطفي النور اللي ربنا حطه في قلبك. ابدأي من دلوقتي خطوة صغيرة وبكرة هتشوفي نجاح كبير. وعلشان الكلام ده ما يبقاش مجرد كلام حماسي بنسمعه وينتهي، انزلي دلوقتي واكتبيلي في الكومنتات أنا اخترت نفسي وبدأت طريقي. اكتبيها علشان تفكري بيها نفسك وتثبتي لقلبك وعقلك إنك أخدتي القرار فعلا. لو الفيديو ده فوقك شاركيه مع صاحبتك، جارتك، أختك، مع أي حد حواليك يا أختي. والله كلنا بندور على الدعم اللي بيفكرنا دايما بنفسنا. وطبعا ما تنسيش تعملي لايك للفيديو وتشتركي في القناة علشان عيلتنا تكبر أكتر وأكتر بوجودكم. كده فيديو النهاردة خلص، واشوفكم في فيديوهات كتير جاية أقوى وأعمق وأقرب لقلوبنا. وسلام.